بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هنفرزه مع بعض توم البرطمان، هنعرفه كمان سر تفريزه وسر بياضه لاخر فصل. معايا هنا نص كيلو من التوم، بعد ما قشرته مسكته كده بورق المطبخ، نشفته كويس قوي من اي ميه تكون متواجده فيه. معايا هنا 5 معالق من عصير الليمون و5 معالق من الزيت. هنزل على التوم كده بالليمون، هنزل كمان على التوم بالزيت. بتقلبيه بقى كده، بتعملي له عمليه تغليف، بيتن معاكي فريش لاخر فص، مستحيل لونه يتغير او ريحته تتغير. رايحه اجيب بقى البرطمان ده انا مسكته عقمته، حطيت فيه معلقتين من الخل، رجيته كويس قوي، صفيته، مسكته بمناديل المطبخ، نشفته كويس قوي. بعد كده هنزل فيه بالثوم بتاعنا. حبايبي بعد ما عبينا التوم في البرطمان بالشكل ده، طبعا بعد ما بتغلفيه بالزيت والليمون بترجعي تاني بقى نص مج من عصير الليمون على نص مج من الزيت، بتقلبهم على بعض، بتنزلي على التوم في البرطمان بالمادة الحفظ دي. هو ده السر، وهو ده اللي بيخلي التوم معاكي فريش اللون وطعم وريحة لاخر فص فيه. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.